أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كثر الاستنكار على ما يسمى بداعش والحمد لله، لكن الإشكال هو أن أكثر الناس لا يعرف منبعهم في هذا العصر، ولا يعرف مراجعهم، ولا من أين انفصلوا، بل نجد من ينسبهم، أي هؤلاء الذين يفجرون، أنهم صغار في السن أو مضغوط عليهم، أو أنهم بسبب البطالة أو بسحر وغير ذلك. فما توجيهكم حفظكم الله؟ داعش وما أدراك ما داعش. داعش هذا على لغة طاحين، طاء حين، لغة النحت. بعضهم يقول لغة نحت، لغة النمل في النحت، فالنملة تنحت الحبة حتى تصير مجوفة خاوية هاوية، فهذه لغة النحت. داعش هم سموا أنفسهم ونحت لهم من تسميتهم هذا اللقب المختصر ويصلح لهم، فهم يسمون أنفسهم الدولة الإسلامية في العراق والشام، فأخذ لهم الدال من كلمة الدولة، والألف بعد الدال داء أخذت من الإسلامية، والعين في داعي عراق، وشين مأخوذة من الشام، فسميت في لغة النحت داعش، يعني الدولة الإسلامية في العراق والشام، وليست هي من الإسلام في شيء، والإسلام منها برأ، وما رأينا في الإجرام مثلهم أحدا في هذا العصر، وما سمعنا في التاريخ القديم إلا التتار في مثل عملهم وهمجيتهم وخبثهم وتسلطهم على أهل الإسلام. وهذه الطائفة طائفة داعش هي سقط كتبت له الحياة ابتلاء من الله واختبارا لأمة الإسلام، وخرجت هذه الطائفة من بطن جماعة خوان المسلمين، الإخوان المسلمين، خرجوا منها، أمهم الأصل هي هذه الجماعة، وهم انشقوا عن تنظيم القاعدة، فأصلهم جميعا تنظيم القاعدة. القاعدة عن الخير الساعية في الشر، التي أسست في بلاد أفغانستان إبان الحرب هناك، ثم انتهى أمر رياستها بعد عبد الله عزام إلى بن لادن، وبعد بن لادن إلى أيمن الظواهري. وأيمن الظواهري من أين؟ من مصر، من الجماعة الإسلامية، كان مسجونا عقب مقتل السادات، ثم خرج بعد ذلك والتحق ببلاد الأفغان في ذلك الحين، وإلا هو من الجماعة التي صار عليها ما صار أيام التفجيرات الأولى في مصر في السبعينات والثمانينات بعد. فأيمن الظواهري بويع له على تنظيم القاعدة بعد سلفه أسامة بن لادن، ثم لما جاءت الحرب في الشام وكان ما كان، ولا أريد أن أتشعب في الطوائف المقاتلة على الساحة في بلاد سوريا،
فوالله الذي لا إله غيره أعرفها طائفة طائفة، ولو حدثتكم عن كل طائفة ما كان الوقت، لكن يهمنا الفرع هذا. فجاءت جبهة النصرة بعد أن كان ما كان من النفرة في الاتحاد أول ما قام في مقاتلة النظام السوري النصيري. فهذه الجبهة جبهة النصرة كما يقولون شكلت الاتجاه الإسلامي، التيار الإسلامي، وهم في الحقيقة تنظيم القاعدة. وربما سمع أكثركم فقد بايعوا صراحة لتنظيم القاعدة للظواهر، وحصل خلاف فيما بينهم فانشقت عنهم طائفة داعش. وعند الانشقاق حصلت المفارقة. طيب هؤلاء لهم إمام يبايعونه، وهؤلاء كيف سيتبعونهم وهم بدون راية؟ فنصبوا لهم إماما، هذا المجهول البغدادي، والتفوا حوله، والأمر ليس البغدادي، وراءه من وراءه ما هو إلا الصورة ودمية، وإلا وراءه قيادات من طوائف التكفير ممن توافدوا من بلاد أفغانستان. فلما تفرقوا بعد أحداث سبتمبر في الأرض شذر مذر، جاءهم السبب الذي يجدون فيه فرصة فيجتمعون، فجاءت بلاد العراق والفتن التي حصلت فيها، ثم لحقتها بعد ذلك الشام في قطار ما يسمونه بالربيع العربي. ولم نر ربيعا ولم نر إلا شرا، دائما أقول ذلك. فقامت هذه الجماعة والتف عليها شذاذ التكفيريين من كل مكان، وعندهم من الكوادر الإعلامية ما جعل استمالتهم للناس بسبب استخدام الإعلام أكثر من غيرهم، فنجحوا في هذا الجانب. وهم مزج من الناس، من العرب وغير العرب، الجامع بينهم الفكر التكفيري. فقامت هذه الطائفة، وكانت قبل أضعف من النصرة، ثم قويت ببعض الإمدادات التي لا تخفى على لبيب، ثم حصل ما حصل من تواطؤ بينها وبين الروافض، لأنهم الروافض هم الذين غزوهم في أول الأمر حتى تنوزل لهم عن الموصل. وهذا الكلام كنت أقوله قديما في أول أمرهم، والأيام الآن تثبت ذلك. فمن تنازل لهم عن الموصل إلى طهران قد وصل، لأن المجن قلبت ظهرها له، فأسلمهم هذه القاعدة العسكرية الكبيرة، وهي التي في بلاد الموصل ثاني أكبر المدن العراقية، فأخذوها بقضها وقضيضها وتقووا بها، وكان معهم عدد ممن يعرفون استخدام هذه الأسلحة من العراق.
وآخرون قد تدربوا على أنواع منها في بلاد الأفغان فقويت شوكتهم، وحصل ما حصل لهم من حصول واستيلاء على بعض مصادر الأموال كنهب البنوك والاستحواذ على بعض منابع النفط العراقية واشتراء المحتاجين له منهم بالسعر الرخيص في السوق السوداء، فلا هم خاسرون ولا غيرهم أيضا خاسر، غيرهم رابح النفط بالثمن اليسير القليل، وهم مستفيدون من هذا الثمن الذي جاءهم من غير كد ولا كدح، فتقووا به فتنامى العدد وزادت العدد ووصلوا إلى ما وصلوا إليه. فلما رأى التكفيريون في العالم العربي والإسلامي القوة قد أصبحت لهذه الكفة، لكفة داعش، هذه الطائفة الخبيثة التي ما مني الإسلام في هذا العصر الحديث بأخبث منها، لما رأوا القوة منهم المريض جاءه وقت تنفس صدره لينفث ما فيه فالتحق بهم، ومنهم الضعيف العقل الذي ضحك عليه فاستمالوه بإعلامهم فذهب إليهم. وأنا أقول تعليقا على كلمة وردت كالحسكة في سؤال أخي السائل، وهي أن بعض الناس التحق بهم بسبب البطالة. طيب، وبعضهم موظف راتبه 15,000 ترك وظيفته وراح بسبب البطالة؟ ها؟ لا. سبب ايش؟ الديانة. قلوبهم مليئة على أهل الإسلام بالغل والحقد والحسد، نعوذ بالله من ذلك. فكم ذهب إليهم من أهل الوظائف العالية. هذا ما هو بطالة، لكن هذا ضعف في الدين واستحواذ من الشياطين على هؤلاء. الحريم ذهبوا إليهم إما ابتداء وإما انتهاء تبعا، فاتبعوا مع محارمهن، والابتداء منحرفات من أصلهن. نساء الخوارج من القدم، تزوج عمران بحطان يقولون بخارجية، فلما نصح قال أنا أهديها، حرفته هي حتى مدح قاتل علي فقال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أرجى البرية عند الله ميزانا. اللي يقتل علي أرجح البرية عند الله ميزان؟ أعوذ بالله من ذلك. الذي قتل عثمان رضي الله عنه لما قطع رأسه واحتزه أخذ يدهده يدحرجه بذؤابة السيف ويقول ما رأيت من وجه كافر أحسن من هذا. عثمان بن عفان أمير المؤمنين الذي استحيت منه ملائكة رب العالمين، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتيه، قال لو كان عندي ثالثة لزوجتك، وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، ومن يشتري بئر روما وله الجنة، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال من المدح والثناء الزكي العاطر. هذا المجرم يقول ما رأيت من وجه كافر أحسن منه. الذين لم يسلم منهم عثمان رضي الله عنه ولم يسلم منهم علي رضي الله عنه، تريدون الدول الإسلامية اليوم تسلم منهم؟ هذا باب. وباب ثالث، وهذا للأسف نسمعه، يقول عيالنا
صحيح هم عيالنا نسبا، لكن الذي ذهب إليهم ليس بابن لنا، أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا، لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثاء الأسنان، يعني إيش؟ صغار، صح ولا لا؟ سفهاء الأحلام، عقولهم صغيرة. من صغر سنه صغر عقله يا معشر الشباب. والشايب قد عركته الدنيا مع طول عمره واستصحب الخبرة وبعد عن الطيش، فكيف إذا انضاف إلى ذلك العلم؟ أحبتي، فيه شيء أريد أن أقوله لكم وقد قلته، وهي حقيقة مرة، وأنا أوجه الخطاب الليلة إلى أبناء الشباب باعتبارهم عودهم غض طري وعلمهم قليل، وخصوصا الذي ليس له اختصاص في العلم الشرعي. أقول يا أحبتي، قبل كنا إذا رأينا صاحب اللحية، انتبهوا، ليس هذا طعنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تحذيرا ممن تلبس بها، صاحب اللحية والثوب القصير على السنة، نفرح بذلك ونفرح بأبنائنا إذا مشوا معه، يقول هذا على خير. الآن يا أحبتي وأبنائي، لا يغركم المظهر حتى تعلموا المخبر. لا تغتروا باللحى، نعم هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء استخدموها للخداع. ولا يغركم قصر الثوب. قد يقول قائل يا محمد بن هادي أنت تطعن في السنة، خبت وخسرت إن فعلت، هذه ردة عن دين الله، لكن والله ما حملني إلا التحذير، ولي في هذا سلف، ويكفيني فخرا أن يكون إمام الأئمة سلفي، الإمام أحمد بن حنبل، لما قالوا له في الحارث المحاسبي يروي الحديث خاشع ساكن. أبنائي وأخص الشباب انتبهوا حفظكم الله إلى كلامي، قالوا للإمام أحمد لما تكلم في الحارث المحاسبي، قالوا له يا أبا عبد الله يروي الحديث، يحدث بإيش؟ أجيبوا، يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاشع ساكن عابد. فقال رحمه الله لا يغركم من حارث طأطأة رأسه ولا طول لحيته ولا روايته للحديث. في رواية أخرى عن أحمد أكل من حدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمة عين، ذاك رجل سوء لا يعرفه إلا من خبره. أحمد يعرفه. اسمعوا السبب يا أحبتي، قال ذاك جالسه فلان وفلان، ما سموا لنا، يعني مثل الآن أنت تعرف بعض الناس ما تريد تسميه سترا عليه، قال جالسه فلان وفلان، فأخرجهم إلى رأي يعقوب المغازلي وإلى رأي جهم فهلكوا بسببه. لا يغركم لحيته ولا طأطأة رأسه متنسك ولا كثرة بكاءه وخشوعه ولا كونه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا. فيا شباب لا تكتفوا بطول لحية الشخص وتقصير ثوبه حتى تعرفوا منطقه وفكره وأنه على السنة، وإلا يخرجونكم إلى رأي داعش. هذا واحد. وثانيا أعود، طريقة التفاف إلى الوراء، ليس كل من أرخى لحيته فهو داعشي، لا والله، لكن يا أحبتي النصح يوجب لكم علي هذا، فلا تغتروا بالمظاهر حتى تختبروا من الذي يتكلم وتعرفوا ما فكره، لأن هؤلاء فلذات أكبادنا، وبيننا وبينما أبناؤنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض، أولادنا أكبادنا، فنحن نحرص عليهم
الآن ترونهم 19 سنة ويفجر نفسه، 19 سنة ويفجر المساجد، 18 سنة، 20 سنة. إيش هذا؟ سببه هذا الفكر الداعشي الخبيث. بالله عليكم، أناس يصلون فريضة من فرائض الله، ومن جنود يخرجون يتعبون ونحن نرتاح، يؤمنوننا بأمان الله جل وعلا، يخدموننا، يقتلون وهم ساجدون. والله هذا حتى المشركين الأولين ما فعلوه، إلا طائفة واحدة نقضت العهد، وكانوا سببا في غزو النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية دخل في حلفه من دخل من خزاعة، ودخلت بنو بكر في حلف قريش، فنقضوا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش، إذ هم أنصار لقريش وبيتوا خزاعة. فجاء عمرو بن سالم يقول: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه لتلدا، إن قريش نخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا، هم بيتونا في الغدير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد نصرت يا عمرو بن سالم، وأمر بجيش الفتح فانطلق حتى فتح مكة. ما في إلا هذه السابقة التي قتل أهلها المصلين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نهيت عن قتل المصلين، وهؤلاء يا معشر الأحبة يقتلون المصلين ويرون أن هذا من أعظم الجهاد في سبيل رب العالمين. هذا جهاد؟ هذا إفساد، نعوذ بالله من ذلك. إذا انتكست الفطر وانمسحت العقول فنعوذ بالله من ذلك. يا أحبتي، يا أبنائي، يا فلذة الكبد، أيها الشباب، لا يغركم هؤلاء رأيتموهم يحتزون رؤوس المسلمين كما تحز رؤوس النعاج، يحرقون الناس إحراقا، هذا بالله من الإسلام. ومع ذلك الدول الكافرة يقول يحتاج هؤلاء ل10 سنين حتى إيش يقضى عليهم. ما شاء الله، أفغانستان في 6 أشهر قضيتم على دولة كاملة بقضيها وقضيها. هذا يدلك على إيش؟ يدلك على التواطؤ بين هؤلاء. فيا إخوة الإسلام، هذه حقيقة داعش ملخصة، فاحذروا الدواحش الذين دخلوا فينا. والله لو أعلم أن واحد من أبنائي على هذا الفكر لأحاربه حرب الضروس، وإذا ما استطعت فيه والله الذي لا إله غيره لآخذه وأسلمه إلى الدولة. والله أسلمه إلى الدولة تعالجه ويشفى ويصح وأنا أراه خير من أن يذهب إلى أولئك. يقص علي شخص عن ابن عم الله، ابنه ذهب يقول العمرة وما علم به إلا في داعش، وإذا به يتصل عليه، أعرفه ولا أريد أسميه، في المدينة، يقول له: يا ولدي ارجع، لما رحت؟ قال: إن شاء الله أن نجيكم وتعرفون نوريكم حق الله. قال له: ما الذي رأيت فينا؟ قال: إن شاء الله نوريكم يا الكفار. قال: نحن كفار وأنت اللي تدف بالعرب على أهل المسجد؟ قال: لي هذا إسلام المنافقين، راجعين عليكم إن شاء الله. قفل السماعة وخلاها. انظر إلى هذا المنطق الخبيث إلى أي درجة وصل بهذا الابن العاق. فيا أحبتي، احذروا هذه المواقع التي في هذه الكمبيوترات ويدخل عليكم منها هؤلاء الأقوام، احذروا ذلك كل الحذر. والله لأن يذهب الواحد يغني ويضرب العود أحب إلي من أن يمشي إلى هؤلاء، لأنه لو غنى وضرب العود أو شرب الخمر والله لا ينسب هذا إلى الإسلام. أنتم أنفسكم جميعا إذا سألتم واحدا من هذا ماذا يرد عليكم؟ يقول: ادعوا الله يا شيخ أن الله يهدينا. صح ولا لا؟ هل ينسب منكره هذا إلى الدين؟ ما يمكن ينسب الخمر إلى الدين، ولا يمكن ينسب جواز الغناء إلى الدين إلا من انطمست بصيرته، ويقول لك ادعوا الله أنه يهدينا. هؤلاء يقول لك أنت كافر، الله يهديك. يهديك إلى ماذا؟ إلى الخروج، المذهب الخبيث الذي هم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، في هؤلاء
يقول هؤلاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم بعيدين كل البعد، ويخرجون من الدين بسرعة كما يخرج السهم سريعا من الرمية، ثم لا يعودون فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، إن لمن قتلهم لأجرا وإن لمن قتلوه لأجرا، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فيه أوضح من هذا الكلام يا أحبتي؟ هؤلاء هم يستحلون دماء المسلمين. في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنهما ليناظرهم يراجعهم يناقشهم، جلسوا يتكلمون عليه، ها يا ابن عباس ماذا تنقمون عليه؟ لبس لبس جديد، حلة جديدة. قال والله لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس حلة أحسن منها. اليوم نفس الكلام، يقولون مشايخكم مشايخ بشوت، ماذا يعيبون عليهم؟ لأنهم هم على مذهبهم. فقال لهم ابن عباس دمغهم دمغا، قال جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرى فيكم واحدا منهم رضي الله عنهم. هذا دليل على انحراف هؤلاء ولا لا؟ لو كانوا على خير وحق وهدى كان فيهم ولو واحد من الصحابة. وهذا نفس الكلام، لو كان في هؤلاء خير لوجدتم معهم واحد من العلماء الربانيين الراسخين، ما معهم ولا عالم. فاحذروهم يا معشر الأحبة، وأستسمحكم وإن أطلت عليكم فسامحوني. ومقتضى هذا إنما اقتضته النصيحة التي تجب لكم علي. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد